السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكونوا في صحة جيدة يا ربي. بالنسبة اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم الجديد اللي غادي ترحموني عليه. جبت لكم المسمن اللي كيدار في مولينكس. ما كيحتاج لا دليك لا ماكينه لا عجانه لا والو، كيجي هشيش ورطب. المهم خليكم حتى لاخر الفيديو غادي تشوفوا النتيجه. بالنسبه لهذه اول مره غتكونوا سمعتوها المسمن في مولينكس ولكن الصراحه كيعطي نتيجه غزاله. هذه هي المره الخامسه وانا كنجربو كيصدق معايا، وانا جيت هاد المره خصيصا درت لكم فيديو باش حتى نتوما بلا ما تبقاو لا تعجنوا لا تلكوا كلشي ديروه في مولينكس. وبالنسبه للناس اللي كيجيب لهم الضياف على غفله ولا الناس اللي خدامين مساكن الله يحسن لهم العون، بلا ما نطول عليكم في الهضره دابا غادي نوريكم الطريقه ديال هاد المسمن كيف كندير ليها. مهم انا غناخذ هنايا كما كتشوفوا معايا في الاول، عندي هنايا 250 غرام ديال السميده الرقيقه. بالنسبه للناس اللي في المغرب فينو، وبالنسبه للناس اللي في المانيا انا كناخذ هذه هي باش كنصاوب. مهم هنايا عندي الطحين عندي نصف الدوبل ديال السميده. هنايا عندي زلافه 250، هنايا عندي زوج زلايف ديال الطحين. ديما الطحين كيكون مدوبل على السميده رقيقه. هنايا عندي معلقه ديال سنيده، معلقه ديال سنيده تقدروا تستغناو عليها ماشي ضروري. هنايا عندي معلقه صغيره ديال خميره ديال الخبز طبيعه الحال. وهنايا عندي الملحه معلقه صغيره. وهنايا عندي الماء، عندي 5 الكيسان ديال الماء. هنا في الاول بعدا غادي نحتاج غير زوج، وفي التالي مهم ها نتوما كتشوفوا الطريقه. دابا غناخذ الخماره، وبالنسبه للماء يكون غير شويه دافي، مهم ما يكونش سخون وتقدروا تستعملوه حتى بارد. غنضيف له هنا نضيف هنا الخماره. غنوضع الفيديو خدام. غنوضع دابا الماء هنايا بالخماره. غادي نوضع دابا السميده 250 غرام للتبكير، وغادي نوضع هنايا الملحه مهم وسنيده. غادي نزيد كاس اخر ديال الماء، ونزيد نصف، يعني 5 الكيسان ديال حياتي ولا 2.5 بحال هاد الكاس اللي عندكم. هاد الكاس شويه كبير على الكاس ديال اللمبه. دابا غادي نخلطهم في مولينكس. خلطته في مولينكس تقريبا 2 دقائق، مهم حتى ل3 دقائق. مهم انايا حتى بانت ليا الكشكوشه من الفوق بحال العجينه بالغرير في الاول. انا غنوضعو في هذا الاناء. من بعد ما وضعته على في هذا الاناء دابا غادي ندوز نبقى نزيد الطحين. غنبقى نزيد الطحين ونخلط الخلاط هكا اليدوي. نزيد الطحين هكا ونخلط. حتى تجمع ليا العجينه، حتى نحس بالعجينه انها تجمعات. ما تخليوهش يغلبكم، هو الصراحه كيغلب فاش كتكون تدوريه، ولكن حاولوا معاه. من بعد ما ضفت الطحين كامل صافي بديت كنجمعو بيديا. صراحه العجينه كتجي رطبه وهشيشه. صافي
حتى تجمعت لي العجينه. مع صراحه اللي عنده بانيو يكون عريض يسهل عليه يجمع العجينه. انا عندي غير هذا عذبني شويه. صافي هاي العجينه كيفاش كتجي كما قلت لكم مفشفشه، تقولوا بحال اللي عاجنينها بالعجانه. دابا غادي ندوز مباشره نشكلها، ما غنحتاج لا نخليها ترتاح لا والو. غنشكلها كريات على حسب اللي بغيتو، يا اما صغار يا اما كبار، المهم على اللي بغيتو نتوما. على هاد الشكل صافي، ونبقى غاديه كنشكلهم. شفتوا العجينه كي كتجي هشيشه ورطبه، غادي بنفس الطريقه حتى نكملهم كاملين. نحطهم غير هنايا، الاحسن نقسمها على زوج باش يسهل عليا. صافي نوضح هذه جانبا ونكمل. صراحه من غتجربوا هذا المسمن غادي تستغناو كاع على الدليك. اسهل مسمن، اسهل مسمن. غادي ناخذ دابا وحده. شفتوها على كي كتجي الصراحه واخا تعيا يدلكي فيها ما تجيش على هاد الطريقه. شحال كنت كندلك، شحال كنعجن بالماكينه، ولكن من نهار جربت هذه ديال مولينكس صراحه طريقه غزاله. العجينه كتمشي غير راسها. صافي غادي نورقها مزيان. خصها تورق مزيان باش ما صافي. وغادي ناخذ هاد الخلطه، الخلطه اللي كنت وضعت فيها الزيت، ودرت فيها الزبده، ودرت معلقه ديال الخميره ديال الحلويات، وشنو اخر، وبقيت كنضيف في السميده الرقيقه. بقيت كنحركهم على شكل كريمه حتى رجعوا لي على شكل كريمه هنايا. صافي غنوضعها في الوسط، نوضعها هكا على هذا الشكل في الوسط. صافي وغادي ناخذ المسمنه كلها كي كيدير الطريقه ديال المسمن ديالو. المهم انا كندير هاد الطريقه، كندير المسمن كنشد هاد القنت كنعاود نجي لهاد القنت هكا، وعاد كنجد الدوره الثالثه هكا. شفتوا هذه الطريقه انا اللي كنستعمل. صافي غادي نزيد عاود هنايا من الفوق، وغادي نجمعها بهذا الشكل. كنجي هنا هكا للجنب، وعاد كندير هكا على هذا الشكل. انا هكا كندير نجمع المسمن، وانتم تقدروا ديروا الطريقه العاديه اللي كديروا. انا هذه الطريقه صراحه كتجيني ساهله. صافي نكمل المسمن ديالي بنفس الطريقه. وناخذ الخليط نوضعو هكا في الوسط، ونجمع العجينه كيما نجمع المسمنه كيما درت ليها في الاول هنا، ونوضع الخليط كذلك في الوسط.
نزيد نوريكم الثالثه. الصراحه كتجي كنشكرها ونعاود لحقاش جربتها وانايا فرحانه بزاف بهاد الطريقه اللي هي كيفاش كيوجد ليا المسمن. ما بقيتش كنحتاج الوقت بزاف، لا خليه يخمر، لا طيب خصو الحال يكون سخون، لا كان نديرو في مولينكس صافي. كنجي كيما شفتوا الخطوات اللي كندير، كنطيبو الا تعطلت نص ساعه كيكون وجد ليا المسمن ديالي. وكما كتشوفوا دابا راه دايرت لكم بحال شكل لايف، كنخدم قدام عينيكم العجينه كي كتجي. حتى فاش كتبغيو تبسطوها كتجي رائعه. صافي نبقى بنفس الطريقه. كنتمنى يكون الشرح ديالي مفهوم ومبسط، وبالنسبه للناس اللي كيكونوا خدامين انا جبت لكم طريقه سهله سهله سهله، ما تحتاجوش كاع تبقاو خالين المسمن كيخمر ولا الناس اللي كيجيوهم الضياف على غفله. دابا غادي نكمل الكميه المتبقيه ديالي ومن ندوز نطيبهم نوريكم الطريقه ونوريكم كي كيجيو وهما كيطيبوا. خديت هاد الاله العجيبه كما كنقول انا باش غنطيب فيها المسمن. هذه كتسهل عليا الطياب ديال المسمن، كنقد ندير فيها 4 حتى 5 المسمنات كيطيبوا ليا في الساعه. نتوما مهم تقدروا ديروهم في الفراح ولا. دابا غناخذ المسمن. شوفوا الطريقه كيفاش كنبسطو، يعني ما كنخليش حتى بحال غير شويه من الفوق، ما كنخليش حتى ترجع ليا رقيقه العجينه. ما عرفتش كيفاش ندير نشرح. المهم كنخليه شويه غليظ على هذا الشكل، باقي شويه غليظ. كناخذ هنايا كندير شويه زويته هكا كنكبها. نتوما المهم في الفراح ديك الساعات ولا فاش كطيبوا المسمن صافي هكا غير شويه كنبسطها ونوضعها الفوق. غادي نكمل ليها المصاوبه ديالها باش تشوفوا مزيان. ونبقى بنفس الطريقه. كنحاولوا ونزيد الثالثه. هذه كتقد تهز ليا حتى 3 المسمنات وكثر. ونبقى هادو اللي درتهم في الولا نبقى نحركهم ها كما كتشوفوا باش يبداو يتنفخوا. ها دابا لكم ها هي دابا كتنفخ ليا. كنحركهم من الجناب. نبقاو نحاولوا ديما نشدوا هاد الجناب اللي كيكونوا شويه مفتوحين باش تنفخ لينا في الوسط. ها هي دابا كتنفخ. ندير غير شويه الزيت ماشي بزاف من الفوق. ما عرفتش كيبان لكم مزيان.
هذه باش زوينه، كتهز ليا بزاف المسمن وكيطيبوا في الساح. كما كتشوفوا ها هي كتنفخ. شفتوا دابا كيف كتنفخ. ديما كنحاول نشد الجوانب باش كتنفخ ليا من الوسط. هي بعد ما كطيب باقا سخونه. صافي ونكملوا هادوك اللي بقاو ليا. صافي نكمل بنفس الطريقه. وممكن لكم ديروا حتى الزبده الا بغيتوا ديروا الزبده مع الزيت تقدروا ديروها. الصراحه كيتنفخوا من الوسط. انا غنوريكم الوسط كي كيجي، كتجي من الداخل زوينه. وما كنكثرلوش الزيت فاش كنكون كنطيبو. كنشوفو شد راسو من واحد الجهه صافي كنقلبو. ها هو الشكل النهائي ديال المسمن كي كيجي. انا غنفتح معكم وحده في الوسط باش تشوفوا. نقربها لكم. شوفوا كي كيجي من الوسط، وشوفوا غير الورقه ديالو كي دايره. الورقه الاولانيه كتجي بحال الورقه ديال البسطيله. شوف كي كيجي مورق وغزال غزال غزال الصراحه. شفتوا كامل مورق. هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا. وجدت معاه واحد الكويس ديال اتاي اللي هو موجود. دابا غادي نمشيو نشربوا كويس ديال اتاي مع هذا المسمن. وكنتمنى يعجبكم لا فيديو وينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه وترك جيم وتعليقات محفزه. وشكرا لكم كاملين. وإلا جربتوه ما كرهتش تخليوها لي في التعليق وتقولوا لي كيف جاوكم، وإلا كانت شي حاجه ما واضحاش في الفيديو كتبوها لي في التعليق وانا نوضحها لكم.